جربتوا قبل كده تاكلوا فراوله لونها ابيض؟ في ناس بتسميها باين بيريز وفي ناس بتسميها وايت او روز ستروبري. اول ما شفتها في السوبر ماركت قلت اجربها واشوف طعمها حلو ولا فعلا مختلف عن الفراوله اللي لونها احمر. لما دورت وقريت عنها كتير اكتشفت ان ليها قيمه غذائيه عاليه وكمان حلوه جدا للاطفال وحلوه في فتره الحمل. شكلها ولونها حلو قوي، لونها ابيض مع بلاش بينك خفيف كده. هي غنية بفيتامين سي والمنجنيز وبتساعد على تقوية الأسنان والعظام. سعراتها قليلة زي الفراولة العادية بالظبط. وعلشان أعرف أحدد طعمها كان لازم أجربها مع الفراولة العادية، مع إنها من بره لونها أبيض في بينك شوية بس من جوه قلبها أبيض جدا. بس مثلا الفراولة اللي لونها أحمر من جوه لونها أحمر في أبيض. الفراولة البيضة طعمها قريب قوي من الأناناس، حسيتها كمان مسكرة أكتر ومن غير سنة المزازة الموجودة في الفراولة الحمراء. كمان هي لذيذة قوي للأطفال اللي هم بيحبوا يجربوا ويكتشفوا حاجات جديدة. قولوا لي لو جربتوها قبل كده. استنوا الفيديو اللي جاي علشان تشوفوا الوصفات اللي عملتها بيها، وبالهنا والشفا. لو جربتوا الفراولة البيضة وعجبتكم جربوها في سلطة هتعجبكم أكتر. من أكتر السلطات اللي بحبها هي السلطات اللي فيها فراولة، فقلت لازم أجربها بالفراولة البيضة. طعمها حلو جدا، قريبة جدا من الأناناس وفيها سنة فانيليا. لما ضفتها على السلطة مع الفراولة العادية عملت ميكس حلو قوي ونكهات مختلفة، خلى السلطة بجد أحلى سلطة فراولة دقتها في حياتي. كنت عايزة أضيف خضار وفاكهة يليقوا مع طعم الفراولة فضفت حرنكش بما إنه الموسم بتاعه، فجل أحمر علشان يدي قرمشة ويكون خضار ليه طعم في السلطة. وسلطة فراولة يعني جبنة، ضفت جبنة سوري ولوز محمص. ومكونات السلطة دي كلها هتعمل ميكس حلو مع بعض لما نضيف لها دريسنج من جرين هاوس خفيف ولذيذ وفيه فراولة ولوز، مكونات كلها طبيعية وكل المكونات دي آمنة جدا للأطفال. أهم حاجة ما يكونش عندهم حساسية منها. والسلطة دي تنفع جدا لرمضان، هيكون خفيف جدا على السفرة بعد يوم طويل من الصيام. جربوا تعملوا السلطة ودوقوها لأطفالكم وقولوا لي عجبتهم ولا لأ، وقولوا لي ايه اغرب حاجه ممكن تكونوا حطيتوها على سلطه. واستنوا الفيديو اللي جاي هنعمل فيه وصفات اكتر بالفراوله البيضاء. خمن الوصفه اللي جايه ايه وبالهنا والشفا. بحس ان اشهر حاجه في سحور رمضان هي الزبادي. هنعمل واحده للاطفال وواحده للامهات، وحبيت المره دي اجدد شويه واستخدم حاجات لاول مره زي الفراوله البيضاء مثلا، وده لان طعمها فيه فانيليا كده فلايق جدا مع الزبادي، مع هوم ميد جرانولا وفراوله عاديه او اي فواكه تانية انتوا بتحبوها. هقول لكم ليه الوجبه دي لذيذه قوي في رمضان سواء للاطفال او الكبار. اول حاجه لان الزبادي فيه بروتين، يا ريت كمان لو زبادي يوناني هيكون فيه بروتين اعلى وبيشبع لفتره طويله. ضفت له بنجر عشان يدي لون حلو وفايده للاطفال، وفي التاني ضفت ماتشا ودي لذيذه قوي للناس اللي اكبر من 12 سنه، بتزود الطاقه وبتقوي المناعه وبتخلينا مركزين كده وقادرين نصوم تاني يوم. الالوان بتاعه الماتشا والبنجر خلت شكلهم حلو قوي، وطبعا مع القيمه الغذائيه مع جرانولا صحيه ومن غير سكر وفيها مكسرات يعتبر دهون صحيه، والشوفان نشويات معقده بتساعد على الشبع لفتره طويله. والفاكهه اللي ضفتها كان طعمها حلو فما احتجتش احط عسل، بس طبعا لو حابين تضيفوا عسل ضيفوا براحتكم. بعرف ناس كتير قوي ما بيحبوش الزبادي بالطريقه العاديه بتاعته وخصوصا الاطفال. جربوا الطريقه دي وان شاء الله مش هتحتاجوا تشتروا الزبادي اللي من بره اللي مليان الوان صناعيه وسكر. اعملوها مع اطفالكم في سحور رمضان وبالهنا والشفا.